عمرك سألتي نفسك ايه أسوأ حاجة ممكن تحصل؟ تخسري مصدر دخلك، مرض مفاجئ، ظرف عائلي طارئ محتاج فلوس كتير، ولا انك تحسي ان ظروفك في الشغل بقت سيئة بس مش قادرة تسيبيه علشان مفيش بديل. انا ريهام، وكل الحاجات اللي قلتها دي حصلت معايا شخصيا، وكل مرة كان في أداة مالية واحدة بس خلتني أقدر أعدي الأزمة وأنا مطمنة: صندوق الطوارئ. دي مش بتكون مجرد فلوس محطوطة على جنب، دي أمانك النفسي، حريتك في قراراتك، وثقتك إنك مهما حصل هتقدري تقفي على رجلك. أهلا بيكي في فلوس الست، بودكاست لكل بنت وست مصرية عايزة تمسك زمام فلوسها حتى لو دخلها على قده. هنا هنتكلم عن الميزانية، الادخار، الاستثمار، وازاي توصلي للحرية المالية خطوة بخطوة. خليني أقولك ليه صندوق الطوارئ مش مجرد رفاهية، ده ضرورة. تعرفي، كل ما افتكر رحلتي مع صندوق الطوارئ بحس بامتنان كبير اني بدأت ابنيه من زمان. اول مرة احتاجته كان في 2020، خسرت اكتر من نص دخلي مرة واحدة، وساعتها حسيت بالفعل ايه معنى الامان المالي. مرة تانية كنت محتاج اسافر رحلة عمل برا مصر بسرعة، وكان لازم اشتري تذكرة الطيران على حسابي الشخصي، مبلغ كبير في توقيت مش متوقع. ومرة تالتة لما قرروا في شغل فريلانس كنت بعمله يقللوا المقابل المادي بسبب ارتفاع سعر الدولار، قدرت اقول لا واسيب الشغل ده علشان ادور على فرصة احسن، او على الاقل اوفر وقتي لنفسي. واخر مرة لما اضطريت اغير مكان سكني في خلال شهرين بسبب ظروف خارجة عن ارادتي. في كل مرة من المرات دي صندوق الطوارئ كان شبكة الامان بتاعتي، مش بس ماليا، ده كمان نفسيا. وعارفة ايه اللي بيحصل لما تبقى عندك شبكة الامان دي؟ بتبقى عندك حرية الاختيار. مش هتفضلي في شغل مش مناسب ليكي علشان خايفة تسيبيه، مش هتضطري تاخدي قرارات متسرعة علشان محتاجة فلوس، مش هتحسي انك تحت رحمة الظروف. طيب ايه هو صندوق الطوارئ بالظبط؟ صندوق الطوارئ هو مبلغ من المال بتحتفظي بيه، مش للاستثمار، مش للمصاريف اليومية، مش حتى للأهداف المستقبلية، ده مبلغ بس للطوارئ. يعني ايه؟ يعني فقدان مصدر الدخل، مرض مفاجئ ليكي او لحد من العيلة لا قدر الله، إصلاحات ضرورية ومكلفة زي الموتور مثلا، ظروف اجتماعية طارئة، فرص مهمة محتاجة تمويل سريع، مش للأجازات، مش للشوبينج، مش لتجديد فرش البيت، طوارئ وبس. إزاي بقى تحسبي المبلغ اللي محتاجاه؟ الحسبة بسيطة: مصاريفك الشهرية الأساسية في عدد الشهور اللي عايزة تغطيها بالصندوق. بس إيه هي المصاريف الأساسية؟ هي المصاريف اللي لازم تدفعيها كل شهر علشان تعيشي، زي الإيجار أو قسط البيت، الأكل والشرب، المواصلات الضرورية، الفواتير زي الكهرباء، الغاز، المية، التليفون، الأدوية اللي بتاخديها بانتظام، أقساط أو التزامات مالية أساسية، ولكن مش للأكل الجاهز أو الكافيهات أو اللبس الجديد أو الاشتراكات في التطبيقات أو الفسح. مثلا لو مصاريفك الأساسية 6000 جنيه في الشهر وعايزة تغطي 6 شهور، صندوق الطوارئ هيساوي 6000 في 6 ب36,000 جنيه. بس كام شهر المفروض تغطيه بصندوق الطوارئ؟ ده بيعتمد على ظروفك. لو شغلك مستقر وفي مجال مطلوب في السوق، من 3 ل6 شهور بيكون كفاية. لو دخلك متغير أو شغلك فيها عدم استقرار، زي انك تكوني شغالة في العمل الحر أو الفريلانس مثلا، يبقى من 6 ل 12 شهر. لو عندك مسؤوليات عائلية كبيرة يبقى على الأقل 6 شهور. والحقيقة اللي بيحدد العدد ده مش قواعد ثابتة، ده راحتك النفسية. عايزة تحسي بأمان قد ايه؟ طيب هتحتفظي بالفلوس دي فين؟ وازاي تحافظي على قيمتها؟ دي نقطة مهمة جدا. علشان صندوق الطوارئ يبقى فعلا مفيد لازم يكون: 1 سائل، يعني تقدري تاخدي منه فلوس في أي وقت بسرعة من غير تعقيدات. 2 آمن، مكان مضمون ومش هتخسري فيه فلوسك. 3 بيحافظ على قيمة الفلوس، على الأقل يواكب معدل التضخم أو يكون قريب منه. ولو عايزة تفهمي كويس ايه هو التضخم وازاي بيأثر على كل جوانب حياتنا، تابعي الحلقات اللي جاية. تعالي دلوقتي نشوف سوا ايه الخيارات المتاحة عشان تحتفظي بفلوس صندوق الطوارئ الخاص بيكي، ومزايا وعيوب كل واحد فيهم. 1 الحساب الجاري العادي، ده بيكون سائل وبيكون آمن،
بس مش بيحافظ على قيمة الفلوس لأن فايدته قليلة أو صفر تقريبا. 2. حساب التوفير، برضو سائل وبرضو آمن، والفايدة أحسن شوية من الحساب الجاري بس لسه أقل من التضخم غالبا. 3. شهادات الادخار قصيرة المدى، سنة أو أقل، دي مش بتكون سائلة، محتاجة تكسري الشهادة عشان تاخدي الفلوس، ولكن آمنة وبتحافظ نسبيا على قيمة الفلوس لأن الفايدة بتاعتها أحسن كتير. 4. حسابات الوديعة اللي تقدري تسحبي منها، بتكون سائلة وآمنة وبتحافظ على قيمة الفلوس إلى حد كبير. 5. وده اكتشاف لسه مكتشفاه قريب، هو رصيد سحب المدخرات على تطبيق ثاندر، ودي بتكون سايلة، بتحتاج يوم عمل واحد لتحويل الفلوس لحسابك البنكي أو محفظتك الإلكترونية، وبتكون آمنة وبتحافظ على قيمة الفلوس لأنها بتدي فايدة أقل حاجة بسيطة من قيمة فايدة الشهادات، وكمان الفايدة بتضاف يوميا، يعني هتشوفي فلوسك بتزيد يوم بيوم. ولو عايزة تحملي تطبيق ثاندر وتعرفي أكتر هتلاقي اللينك في وصف الحلقة. وبالمناسبة ده مش إعلان، دي أداة أنا بستخدمها شخصيا. طيب نصيحتي الشخصية أنا بقى إيه؟ قسمي صندوق الطوارئ قسمين، الجزء الأول من 25 ل 30% من قيمته في حساب جاري أو توفير علشان السيولة الفورية، الجزء الثاني من 70 ل 75% من قيمته في شهادات ادخار أو ودائع قصيرة المدى تقدري تكسريها لو احتجتي، أو وده اختياري أنا في سحابة ادخار على تطبيق ثاندر. كده هتكوني ضامنة إنك عندك فلوس فورية لأي ظرف طارئ، وفي نفس الوقت الجزء الأكبر بيكبر مع الوقت. السؤال بقى، إزاي تبني صندوق الطوارئ؟ مش لازم تبنيه في يوم وليلة، أهم حاجة تبدأي. الخطوة الأولى استهدفي مصاريف أسبوع واحد، الخطوة التانية مصاريف شهر واحد، الخطوة التالتة 3 شهور، الخطوة الأخيرة 6 شهور، أو العدد اللي يخليكي مرتاحة ومطمنة. إزاي؟ لو دخلك محدود ابدأي بمبلغ صغير كل شهر، حتى لو 50 أو 100 جنيه. أي مبلغ إضافي يدخلك، علاوة، مكافأة، هدية، نص منه يروح لصندوق الطوارئ. لو وفرتي في مصروف معين حطي اللي وفرتيه في الصندوق. أما لو دخلك كويس حطي من 10 ل 20% من دخلك الشهري في صندوق الطوارئ لحد ما توصلي للهدف. بعد كده خصصي نسبة صغيرة 5% مثلا للحفاظ على قيمة المدخرات اللي في الصندوق. قاعدة مهمة خليها دايما قصادك، ادفعي لنفسك الأول. يعني ايه؟ يعني أول ما المرتب ينزل قبل أي مصاريف تانية اقطعي مبلغ صندوق الطوارئ وحوليه فورا، كده مش هتلاقي نفسك آخر الشهر بتقولي مفيش فلوس أحوشها. خلينا بقى نتكلم عن الأخطاء الشائعة في التعامل مع صندوق الطوارئ. 1. إنك تستخدميه في حاجات مش طارئة. بس أنا محتاجة الفستان ده ضروري للفرح، لا ده مش ظرف طارئ. 2. إنك تحطي كل فلوسك فيه. صندوق الطوارئ هدفه الأمان مش النمو، لازم يكون عندك فلوس للاستثمار جنب الصندوق. ولو عايزة تعرفي أكتر عن طرق الاستثمار تابعي حلقاتنا الجاية عشان هنتكلم عن ده كتير. 3. إنك تحتفظي بالفلوس في حتة صعب توصلي لها. لو الظرف الطارئ حصل فعلا مش هتلاقي وقت تعملي إجراءات معقدة. 4. إنك ما تحدديش ليه استخدامات واضحة، اكتبي قائمة إيه اللي يستحق إنك تاخدي من الصندوق علشانه. طب وبعد ما تستخدمي الصندوق إيه اللي يحصل؟ ارجعي بنيه فورا، ده أولوية قبل أي هدف مالي تاني علشان تفضلي عندك شبكة الأمان اللي خلتك تعدي الأزمة اللي فاتت. أما بقى عن الجانب النفسي لصندوق الطوارئ، وده الجزء اللي مش بنتكلم عنه كتير، فصندوق الطوارئ مش بس فلوس، ده راحة نفسية. لما تبقي عارفة إن عندك شبكة أمان هتلاقي نفسك أكتر ثقة في اتخاذ قراراتك المهنية، قلقك من المستقبل أقل، قادرة تساعدي اللي حواليكي لما يحتاجوا، ونايمة مرتاحة مش بتفكري يا ترى لو حصل الشيء الفلاني هعمل ايه. وده تأثيره مش بيكون بس عليكي، ده على العيلة كلها. لما الست تكون مطمنة ماليا البيت كله بيحس بالأمان. تعالي نسمع سوا الإحصائيات دي. 40% من الأمريكان ما بيقدروش يغطوا ظرف طارئ قيمته $400، وده على فكرة مش مبلغ كبير، ده بالنسبة لمتوسط دخل الفرد الأمريكي كأنه بيتراوح من 500 ل 1000 جنيه مصري بالنسبة لدخلنا. في مصر النسبة أكيد أعلى بكتير، بالرغم من إني ما قدرتش ألاقي إحصائيات دقيقة عن النسبة دي. الستات بشكل خاص أكتر عرضة للأزمات المالية بسبب فجوة الأجور والمسؤوليات العائلية، بس في نفس الوقت الستات أحسن في الادخار من الرجالة لما بيبدأوا. يعني إيه؟ يعني لو بدأتي هتنجحي، بس المطلوب منك تبدأي.
تحدي الأسبوع ده هيكون عملي جدا. هتحسبي المبلغ اللي محتاجاه لصندوق الطوارئ بتاعك. الخطوات: 1. طلعي فواتير آخر 3 شهور واحسبي متوسط مصاريفك الأساسية حتى لو بالتقريب. 2. اضربي الرقم ده في عدد الشهور اللي عايزة تغطيها. ابدأي ب3 شهور لو مش متأكدة. 3. اكتبي الرقم ده في مكان هتشوفيه كل يوم، على تليفونك، في أجندتك، على التلاجة. 4. حطي خطة بسيطة. هوصل للمبلغ ده ازاي؟ في كام شهر؟ هحط كام جنيه كل شهر؟ 5. افتحي حساب منفصل أو خصصي مكان محدد للفلوس دي من الاختيارات اللي قلناها في الحلقة. 6. ابدأي من الأسبوع ده حتى لو ب20 جنيه. المطلوب مش إنك تخلصي كل ده في أسبوع، المطلوب إنك تحسبي وتبدأي. والأسبوع الجاي عايزة أسمع منك بدأتي ازاي. قبل ما نخلص عندي طلبات صغيرة منك. أولا، لو الحلقة دي فادتك ابعتي رسالة لصاحبتك أو أختك أو أمك. الستات لازم تتكلم مع بعض في الفلوس علشان كلنا نوصل للحرية المالية. ثانيا، لو ما سمعتيش الحلقات اللي فاتت ارجعي لها علشان تبني أساس قوي لرحلتك المالية. الحلقة الأولى اتكلمنا عن تتبع المصاريف، والتانية عن مراحل الحياة المالية. ثالثا، متابعينا على البودكاست زادوا كتير الفترة اللي فاتت، وده بيفرحني جدا، بس اللي بيفرحني أكتر إنكم تستفيدوا فعلا. علشان كده عندي عرض. ابعتيلي أسئلتك المالية، أي حاجة محيراكي، أي مشكلة مالية بتواجهيها، أي موضوع عايزة نتكلم عنه في حلقة جاية. ابعتيلي على البريد الإلكتروني فلوسست@gmail.com، وهتلاقي الإيميل في وصف الحلقة، وهجاوب على أسئلتكم في حلقات مخصصة لكده. رابعا، لو عجبك البودكاست سيبيلي تقييم على التطبيق اللي بتسمعي منه، ده هيساعد ستات تانية يلاقوا المحتوى ده ويبدأوا رحلتهم المالية هم كمان. لو وصلتي معايا لآخر الحلقة فحب أقولك انتي رسميا من الستات اللي قرروا ياخدوا خطوات مالية ذكية. صندوق الطوارئ مش مجرد فلوس في البنك، ده بداية حريتك. ما تخليش ده يكون مجرد حماس لحظي، خليكي معايا كل أسبوع، وكل مرة هنتعلم حاجة بسيطة بس هتفرق معاكي كتير. احنا بنبني وعي، مش بنعد فلوس وبس. استنيني في الحلقة الجاية، هنتكلم عن الديون، ازاي نتعامل معاها ونتخلص منها نهائيا. وهاتي قهوتك وتعالي نكمل كلام الستات عن الفلوس. قبل ما نمشي حابين نأكد ان المحتوى اللي بنقدمه هنا للتوعية والتعليم فقط، مش نصيحة مالية فردية. كل واحدة ظروفها مختلفة، ولو محتاجة مساعدة شخصية الجائي لمستشار مالي معتمد.